السلام عليكم يا جماعه. عايزين نعمل حاجه حلوه كده بقى عشان الدنيا حر كده، وعايزين نعمل حاجه مسكره. قمت كده لقيت نفسي كسلانه، عايزه اعمل حاجه حلوه. قلت اعمل رموش الست، وهي مش تاخد مني اي حاجه، وحبه صغيرين كده تعمليهم كوبايتين دقيق كده وتعمليهم. بصي من جوه عامله دايبه دوب جميله، طعمها بقى خطير والله، طلعت خطيره جدا، حلوه قوي. عملتها كده ما خدتش حاجه مني صراحه. تعالي بقى اقول لكم احنا عملناها ازاي. طلعت مقرمشه كده من بره ومن جوه دايبه كده. هنجيب كوبايه سكر الاول، نحط كوبايه ميه، وبعد كده نحط عليها نص ليمونه، نحطها على النار. ده الشربات بتاعها، هما دول اللي خدتهم الكميه اللي انا عملتها. نحطها على النار. بعد كده بقى هنجيب نص كوبايه زبده، نص كوبايه زبده ومعلقه بس، نص كوبايه زبده يعني سمنه زبده، زبده على زيت زي ما انت عايزه. ونجيب بيضه وواحد فانيليا كده نحطها على البيضه، وقلبيها بقى كويس قوي 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 كده لحد ما تحسي انها اتجانست مع بعضيها. حطي عليها معلقتين سكر كبار. السكر حطي قليل، بس احنا بس عايزين السكر يحمرها ويقرمشها من جوه، يعني ما تكتريش في السكر. بصي انا حطيت معلقتين عشان طبعا هزقيها بشربات، معلقتين ونص اهو، عشان هزقيها بشربات بس عشان يقرمشها لك بس. وقعدت بقى قلبتي كويس لحد ما السكر ده شويه. ولو وصل لحد هنا يا جماعه اعملي لايك واعملي اشتراك للقناه وفعل الجرس. دي بقى حاجه مسكره من البيت كده، يعني ما تكلفيش نفسك بيها، مش هتشتري حاجه من بره. لو انت عندك دي البسبوسه خلاص، ما عندكيش بقى هتضطري تشتري، لان هي لازم الاساسي فيها دقيق البسبوسه، هو اللي يخليها لك مفروله من جوه، يعني يخليها لك كده مش عامله زي العجين. حطيت معلقه بيكنج باودر، معلقه شاي كده بيكنج باودر، مثلا دي معلقه صغيره، احط حبه تاني. ونص كوبايه الدقيق بتاع البسبوسه اللي هو دقيق سمين، حطيتها كده، خليت معلقه حاسه ان هي كتيره. ومعلقتين جوز الهند، وديله كوبايتين دقيق، كوبايتين ونص، بس انا هحط الاول كوبايتين كده واشوف. انا بحط على قد السائل الموجود، بس طبعا انتوا لا حطوا كوبايتين، يعني اعملي بالمعيار كوبايتين دقيق، نص دقيق بسبوسه، نص كوبايه زبده، او كوبايه يعني كوبايه، نص كوبايه زبده ومعلقتين. وحطي معلقه بيكنج باودر وبيضايه وواحد فانيليا، انا قلت لكم المقادير اهو، معلقتين سكر، معلقتين جوز الهند. انا بصي بفرولها كلها هي كده، هتبقى مفروله معاكي طبعا عشان هي ما فيهاش سائل غير البيضه بس. فانت هتحاولي تلميها، هتلميها زي الكحك بالظبط كده، مش هتعجلي فيها، هتلميها بس تحاولي تخلي، بصي خليتي السائل كله يتجانس جوه الدقيق، يعني خليته كله لون واحد وكله السائل كله مع بعض لحد ما لميتها على جنب اهي. وابتدي بقى هتحسيها ان هي مفروله بس هي مش مفروله، اول ما تاخد ايدك كده هتلاقيها تشكل زي ما انت عايزه. بصي شكلت ازاي اهي، ونلميها من جنبين كده وطبقيها كده وخلاص وخدشيها اهي، شكلها هي شايفه عامل ازاي اهي. هي جميله ومغذيه جدا، بس هي بتبقى صغنوني كده، مقطقطه كده وصغنوني، يعني كده كده احنا بناكل منها واحده ولا اتنين، لان هي بتيجي في علبه الحلويات واحده او اتنين، ما هم دول ما قطعوش كتير يعني، هو طبق بس. حاجه جميله وحاجه حلوه قوي، طلعت جميله جدا بصراحه، عجبتهم قوي في البيت. واجيب بقى اجيب بياض بيضه واحط عليه واحد برضه سنه فانيليا عشان الزفاره، وادهن وش رموش الست. اسمها حتى يعني اسمها غريب شويه، مش عارفه ليه سموها رموش الست، كان يسموها حاجه زي الزلابيه وخلاص. رموش الست لازم تطلعوا الست كلها حتى في الحلويات. دهنت بقى الصاج كله، هجيب بقى الشوكه وخططها عشان تديكي شكل التخطيطه بتاعتهم كده. جبت بقى الشوكه اهي، تخطيطه بسيطه، مش تعملها لي بسكويت ترسميها لي، لا تخطيطه بسيطه خالص كده، بس عشان تديكي بس الشكل بتاعها. وخليها بقى الفرن. بصي طلعيها سخنه من الفرن على طول، حطي عليها الشربات، يعني على طول ما تستنيش ثانيه، انت طلعيها من الفرن على طول، حطي عليها الشربات. كميه الشربات بقى اللي انت عايزاها، عايزاها مسكره، عايزاها نص نص، زي ما كميه الحلاوه بتاعت السكر ده ترجع لك انت، محدش بيقدر يتحكم فيها غير كل واحد بياكل هو واكله ايه. وخلصت على كده. بص شكلها جميل جدا. هي بقى جوز الهند، مكسرات، اي حاجه حطيها على الوش، انا عندي جوز الهند، ما عنديش اي مكسرات تانية، حتى على وشها كده، ما حطيش خالص ماشي، مش هتفرق برضو، يعني كده كده هتتاكل وشكلها جميل وحاجه حلوه كده من البيت، مش مكلفه خالص.
حاجه اقتصاديه من البيت كده، وعملتيها يا دوبك انت بس عجنتيها وحطيها في الفرن وشكلتيها، خدش منك وقت. وان شاء الله الى اللقاء في الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.